جات لي رسالة طالبة مني نصيحة أو استفسار عن اللي بيحصل لها. ملخص الرسالة بتقول فيه إنه أنا شخص بيطلب الاهتمام من معظم الناس اللي حواليه أو من أشخاص معينة موجودة في حياته، طبعا منها الراجل اللي هي مرتبطة بيه. وساعات الحاجات دي أو الحاجات اللي أنا بطلبها بتتعمل، وساعات كتير ما بتتعملش. فأنا عايزة أعرف ليه أنا الناس اللي حواليا أو الشخص اللي أنا بحبه أو مرتبطة بيه ما بيعملش معايا أو ما بيعملش عشاني اللي أنا بعمله معاه واللي أنا بعمله علشانه. ليه الاهتمام لا يقابل باهتمام؟ ليه الحنان لا يقابل بالحنان؟ يعني ليه الدنيا برضه مش سهلة كده والناس بتتعامل مع بعض بحب وطيبة، والنهاردة اللي أنا بديه أنا أخده وهكذا؟ ممكن تقولي لي ليه؟ فخليني أقولك إنه واحد، أنا من مدرسة إن الاهتمام ما بيطلبش، واهتمام أو الاهتمام لو اتطلب واتعمل بيبقى اسمه مجاملة مش اهتمام. والمجاملة ما بتدومش، اللي هيجاملك النهارده مش هيجاملك بكره، واللي هيقولك كلمة حلوة النهارده مش هيقولها لك بكره، واللي هيعاملك النهارده ويجاملك ويعاملك معاملة كويسة مش هيعملها لك بكره لأنه مش حاسسها. فأي حاجة بتطلب وتتعمل دون إحساس طالع من القلب من غير ما يطلب اسمه مجاملة ما بين قوسين. وانتي المفروض كبني آدم ما تقبليش على نفسك إن حد يجاملك بدل ما يهتم بيكي. مش بتكلم على الحب بس، بتكلم على الحب، بتكلم على الصداقة، بتكلم على علاقة العمل، بتكلم على كل شيء في الدنيا. الحاجة لو مش مطالعة من البني آدم اللي قدامي من قلبه مش عايزاها وما اطلبهاش، لأنك لو طلبتيها واتنفذت واتحققت مش هتتعمل تاني، ولو اتعملت تاني مش هتتعمل تالت. فأنا لا بطلب الاهتمام من حد ولا بعد، او الحاجه اللي بتحصل لي دي بحطها تحت بند او مسمى الاهتمام. انا طلبت منك انك تكلمني تسأل عليا وانت نفذت اللي انا طلبته، فده مش اهتمام، ده مجامله. ومفيش حد بيفضل يجامل حد طول عمره. تاني حاجه، هو انا ليه ببص على الناس؟ لو انا النهارده شايفه ان انا بني ادم بطلب الاهتمام من معظم او كل الناس اللي موجودين حواليا، ده معناه ان المشكلة دي فيهم ولا فيا؟ ما هو انا النهاردة لما الناس اللي حواليا دي تبقى مش بتهتم بيا يبقى ليها شوية تفسيرات، منها انا عارفة ان انا مش هزعل مهما حصل، ان انا مضمون بقائي، انه انا ست بكبر دماغها، ان انا ست مستغنية مش مستنية حد يطبطب عليا، مش مستنية حد يهتم بيا. ايا كانت الاسباب هي ايه، المشكلة مش فيهم، المشكلة فيا. المشكلة في الانطباع اللي انا سبته عند الناس. سبت عند شخص ان انا مستغنية فانا مش محتاجة اسمع كلمتين حلوين. سبت عند شخص ان انت مهما عملت فيا انا قاعدة وبقائي مضمون، كلمتني اهتميت بيا، ما كلمتنيش ما اهتمتش بيا، انا كده كده قاعدة. 3 بدي زيادة عن اللزوم. 4 بختار الأشخاص الغلط اللي أنا أصلا بديهم أو مدخلاهم في حياتي. 5 بفكر غلط. 6 ما بحبنيش. ما أنا لو حقيقي بحبني مش هستنى حاجة من حد. فلو أنا عندي مشكلة في اهتمام الآخرين بيا
سواء كان راجل أو سواء كان ست، سواء كان زوج وزوج أو صديقة، سواء كانت زميلة في العمل أو خطيب. لما يكونوا كل دول ما بيهتموش بيا، مش ممكن يكون العيب في كل دول. العيب فيا أنا. فأنا هنا أعمل إيه؟ أنا هنا ما أقولش للناس والنبي يا حبيبي لو سمحت لما تصحى الصبح ابعت لي رسالة قولي صباح الخير يا حبيبتي وحشتيني. يا لو اتعملت، يا لو تاني يوم قال لي صباح الخير يا حبيبتي وحشتيني. تمثيل قوي. فالحل الوحيد مش ان انا اطلب، والحل الوحيد ان انا استغنى. واخيرا اهتم بنفسي، علشان الناس لو شافتني ان انا بهتم بنفسي غصب عنهم هيهتموا بيا. لو الناس اللي حواليا شايفين ان انا مهمة عندي، انا هبقى مهمة عندهم، لانه شايفين ان انا اولوية عندي، فهبقى كمان اولوية عندهم.